السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكلة كبيرة وبتتكرر كتير. كتير من الأمهات بتشتكي لي وبتقول لي أنا الطبيب بتاع المخ والأعصاب مشخص ابني إن هو توحد، لكن أخصائي التخاطب قايل الواد فرط حركة ما عندوش توحد، أو الطبيب النفسي قايل إن الواد ده عنده تشتت انتباه وفرط حركة، لكن أخصائي التخاطب قايل إن الواد ده إعاقة عقلية. أصدق مين فيهم؟ نفس المشكله بتتكرر. كتير من الاخصائيين بيتواصلوا معايا ويقولوا لي ان الواد ده توحد، والدكتور بتاع المخ والاعصاب قايل عليه اللي هو فرط حركه وتشتت الانتباه، وعامل لي مشكله مع الام. الواد ده صعوبات تعلم، لكن الدكتور بتاع المخ والاعصاب قايل ان الواد ده اعاقه عقليه، فعامل لي مشكله مع الام. الحل ايه؟ الحل بسيط خالص. بره في كل الدول ما عدا مصر فريق العمل هو اللي بيقوم بالتشخيص. يعني ايه؟ يعني اللي بيقوم بالتشخيص عبارة عن طبيب نفسي، اخصائي نفسي، اخصائي تخاطب، اخصائي اجتماعي، معلم الفصل، الوالدين. فريق التشخيص يتكون من 6، وفي بعض الاماكن التانية بيبقى من 10، بيدخلوا فيها مساعد المعلم وبيدخلوا فيها الممرضة. كل دول بيقوموا بالتشخيص مع الطبيب. لكن عندنا في مصر ما بيحصلش. عندنا في مصر ما فيش فريق عمل، كل واحد بيشخص بدماغه. طب انا اعمل ايه؟ اعمل الاختبار. شاكك ان الواد ده اعاقه عقليه، اعمل له اختبار ذكاء. شاكك ان الواد ده توحد، اعمل له اختبار جيليان. شاكك ان الواد ده